فريق أنيق حريف مليق أنزلوا حتى يراقب النظر بعين. ساحر مصري يعتبر من أخطر السحرة اللي مروا على الوطن العربي، استغل حياته كلها في مجال السحر وتحضير الجن وكمان السيطرة عليه، ونهايته كانت غريبة لدرجة انه مات وعينه مفتوحة وجلده كان لونه أزرق بشكل غريب ومرعب. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن الساحر السيد الحسين الفلكي. السيد الحسين الفلكي اتولد في مصر في أسرة بسيطة جدا وعاش طفولة طبيعية تماما، لكن ما كملش دراسته ودخل معهد عبد الفتاح الطوخي، والمعهد ده بيقول انه بيعلم علم الفلك، لكن الحاجات اللي كانت جوه المعهد كانت مختلفة تماما، لانهم كانوا بيتعلموا السحر ومش اي سحر وخلاص، ده كانوا بيتعلموا السحر الاسود، وكان بيجي سحرة كتير للمعهد ده عشان يتعلموا السحر على ايد الطوخي ده، لانه كان مشهور ومعروف بقوته في السحر. وكان السيد الحسيني شاطر جدا في المعهد ده، واستغل وقته وحياته كلها في مجال تعليم السحر، لغاية ما وصل لدرجة انه بيحضر الجن ويسيطر عليه. وما اكتفاش بكده وبس، ده كمان كان بيسافر دول كتير وبيحضر مؤتمرات عشان يقابل سحرة من كل انحاء العالم ويتعلم اكتر عن المجال ده. وبدأت شهرته لما طلع في فيلم اسمه عاد لينتقم سنة 1988، وكان المخرج اسماعيل ياسين هو اللي بيحضر الفيلم ده. وكان الفيلم ده مرعب وفيه مشاهد مرعبة بيظهر فيها الجن، وفي مشهد من المشاهد كان مطلوب من المخرج اسماعيل ياسين انه يجيب مشهد فيه طلاسم وتعاويذ، وقرر انه يجيب السيد الحسيني عشان يخلي المشهد اكتر واقعية ورعب. وطلب المخرج من السيد الحسين الفلكي ان يقول كلمات ملهاش اي علاقة بتحضير الجن، لكنه خدع المخرج داخل المشهد وقال العزيمة كاملة وحقيقية، وما قالش اي عزيمة وخلاص، ده قال العزيمة البرهاتية واللي هي تعتبر عن طلاسم وقسم من السحر الأسود، ويقال إنها بتحتوي على 28 اسم من أسماء الجن. وهو بيقول الأسماء دي بيقول المصور إنه شاف ظل أسود جنب السيد الحسين الفلكي، لكن لما قال كده في البداية محدش صدقه، وقالوا كلهم إن ممكن دي تكون تخيلات بسبب ضغط الشغل. وبعد إنتاج الفيلم بفترة قصيرة مات واحد من فريق طاقم العمل ده في ظروف غامضة ومحدش قدر يعرف ايه السبب. والفيلم خلص وتم عرضه في السينما، ولما كانت الناس بتتفرج على الفيلم بيقولوا انهم شافوا حاجات غريبة جدا بتحصل، منهم اللي كان بيصرخ برعب ومنهم اللي كان بيغمى عليه. ولما الفيلم خلص وبدأ انه يتذاع على التلفزيونات، بدأت بعض الاهالي لما بيشوفوا الفيلم ده بيحصل لهم حاجات غريبة في البيت، وكانوا بيصرخوا وبيشوفوا حاجات غريبة بتحصل حواليهم. وبسبب كل ده صدر قرار بمنع الفيلم من العرض. ومن اللحظة دي اشتهر السيد الحسين الفلكي، لكن شهرته ديت ما طولتش كتير لانه مات بعدها على طول، لكن موته كان لغز محير وصدمة للجميع. وفي سنة 2003 وصل بلاغ للشرطة بخبر وفاة السيد الحسين الفلكي، ولما الضابط وصل قال انه شاف منظر عمره في حياته ما هينساه، وقال انه شاف السيد الحسيني مرمي على الارض في المكتب بتاعه، وكمان كانت عينه مفتوحة وفمه كمان كان مفتوح ولون جلده كان ازرق، ومن الواضح عليه انه كان مضغوط وشاف حاجة أرعبته. وظهرت بعض الأقاويل في موته في اللي بيقول إنه كان بيحضر كيان قوي من الجن وما قدرش يسيطر عليه، وأقاويل تانية بتقول إن هو شاف ملك الموت وهو بيقبض روحه وده يكون عقاب ليه على اللي عمله في الناس. وظهرت كمان اتهامات بتقول إن زوجته هي اللي سممته، لكن ما ثبتش عليها أي تهمة وفعلا طلعت بريئة. قررت الشرطة انها تفتش بيت الحسيني ولقوا فعلا حاجات غريبة ومرعبة، ولقوا فعلا كميات كبيرة من اللبن ومناديل فيها دم وصور لمشاهير ولاعبين كرة قدم وكتب كتيرة جدا عن السحر، ومن ضمنهم كتاب شمس المعارف واللي اغلبكم عارفينه. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة. لو عجبتك متنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. سلام.